تخيل الصبح تكون بطل فيلم وبتجهز كل حاجة للتصوير، يجي عليك الليل تلاقي نفسك بره الفيلم تماما. هو ده اللي حصل مع أحمد زكي، والسبب مش خناقة على الفلوس ولا ترتيب اسمه على الأفيش ولا حتى مشكلة مع المنتج. الغريب إن المشكلة قصة شعر. أيوة زي ما بقولك كده، فيلم ضاع من أحمد زكي بسبب قصة شعره من أرشيف السينما في حكايات جنابه. سنة 1984 المخرج الكبير محمد خان كان بيحضر لفيلم مختلف عن أي حاجة موجودة وقتها. مفيش بطل خارق ولا فكرة الحب الطبقي ولا رجل أعمال بيشتغل مع المافيا. البطل المرة دي شاب بسيط بيشتغل طول النهار، ولما الدنيا تضيق عليه ينزل يلعب كورة شراب في الشارع. مش ترفيه، ده مصدر دخل يكسب منه كام جنيه. بنتكلم عن شخصية فارس في فيلم الحريم. شخصية صعبة محتاجة ممثل يخليك تصدقه من أول لقطة. محمد خان اختار أحمد زكي لأنه شاطر بيعرف يلبس الشخصية، وتلاقيه واحد تاني خالص. قدر يغير شكله، طريقة كلامه، طريقة مشيته، حتى أكله وشربه عشان يبقى هو الشخصية فعلا. قبل التصوير بكام يوم أحمد زكي راح للحلاق وقص شعره قصير جدا. كان شايف فارس بعينه هو. خرج من عند الحلاق وهو متأكد إنه هيبهر محمد خان. راح له الاستوديو، وأول ما شافه وشه اتغير. ثواني والدنيا اتقلبت حريقة بينهم وبقت خناقة. سأله محمد خان: مين قالك تغير شكلك من غير ما تعرفني؟ قال له: التغيير بيخدم الشخصية. كل واحد كان مقتنع انه صح، ومفيش حد كان مستعد يتراجع عن موقفه، والخلاف كبر بينهم. وفي لحظة قال القرار، أحمد زكي بره الفيلم. تعب شهور ضاع في ثواني. طب مين هيعمل الدور؟ لازم حد تقيل تمثيل. بس عادل إمام الزعيم وافق على الدور ودخل التصوير. كان عنده تحدي كبير جدا مع نفسه ومع الجمهور. أول مرة هيعمل فيلم بالهدوء ده، من غير الإفيهات اللي الجمهور اتعود عليها. لما الحريف نزل السينما الناس كانت مستغربة، فين عادل إمام اللي بيضحكنا؟ اللي كان موجود فارس الحريف أبو رجل تتلف في حرير. هو صحيح الفيلم منجحش في السينما، لكن السنين اديت له حقه، وبقى واحد من أهم أعمال محمد خان وكمان السينما المصرية. كان ممكن الدور يعمله أحمد زكي، لكن نقول إيه، تبقى في إيدك وتقسم لغيرك. دلوقتي بقى جه دورك. لو رجع بيك الزمن تختار مين يعمل فارس؟ أحمد زكي ولا عادل إمام؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، ولو بتحب تعرف كواليس السينما اعمل لايك واشتراك في القناة عشان يجيلك مني كل جديد. خلصت حكاية النهاردة، لكن حكايات جنابه ما بتخلص. سلام.